لما انا قلت لك على ان انت ازاي تطلع بالكورة، لو قلنا ان احنا نطلع بالمدافع اللي هو ناحية اليمين، نخلي السيرد باك يطلع فوق المدافع اللي هو ناحية اليمين كده اهو. تمام. وننزل الديفندر هنا اهو كده، والكرة اتلعبت هنا خلاص. فقلنا لما الكرة هنا اهو رقم 6 ده بيروح كده، بينا عملنا ايه؟ مثلث. عملنا ايه؟ مثلث. هتطلع بالكورة ازاي في المثلث ده اللي هو اللابس اللي هم الاحمر اللي هو انت؟ هتطلع ازاي؟ هشرح لك، هديلك بقى نموذج تكتيكي على الحالة دي، بتتعمل في التمرين وبتقول للعيبة تتنفذ في المباريات في الحالات اللي زي كده. خلاص. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللاعب رقم 2 بيلعب للاعب رقم 4. خلاص. بعد ما بيلعب للاعب رقم 4، طبعا اللاعب رقم 6 هيضغط عليه من اللاعب الأصفر ده. هو بقى اللاعب رقم 6 بيتحرك من ورا اللاعب رقم 4. تمام. مثلا اتحرك له كده، اللاعب رقم 4 لاعب له كورة هنا. اللاعب رقم 6 بيسلمها لمين؟ للاعب رقم 2. طب اللاعب رقم 2 ده بيسلمها له ازاي؟ هنا لا، بيتحرك له كده ويلعبها له كده. طيب ازاي؟ اشرح لك تاني. اللاعب رقم 2 بيلعب الكرة للاعب رقم 4 ده. بعد ما يلعبها له، اللاعب رقم 2 بيتحرك. مش من قلنا باصي واتحرك ما توقفش مكانك؟ يبقى اللاعب رقم 2 يلعبها للاعب رقم 4، يتحرك من وراه، واللاعب رقم 4 بيلعب للاعب رقم 6 اهو. تمام. واللاعب رقم 6 يلعبها للاعب رقم 2. خرجت انت من هنا. بعد كده بقى هتعمل بقى عرضية، هتعمل 1 2 مع الوينج، وتعمل كده 1 2 مثلا مع الوينج، وتعمل عرضية وهكذا. انت هنا كده كده اعرف انك انت كل هجومك من على الاطراف. العمق مستحيل لانه بيبقى زحمه. خلاص. هعمل لك بقى هشرح لك بقى ايه النموذج ده ازاي. خلاص. هشرح لك النموذج ده ازاي في التمرين. تمام. يلا اهو. اول حاجه في التمرين بتعمل 3 علامات اهو. علامات. خلاص. فيهم العلامه دي هي اللي بيبقى واقف فيها اللعيبه. خلاص. اللي هو العدد اللي هي البدايه، وتوقف على كل محطه هنا في المحطات دي لاعب. اوكي. خلاص. اهو الكوره هنا مع اللاعب ده. الكوره دي ايه اللي بيحصل؟ بيلعبها. اسمعني بقى. خلاص. بيلعبها للاعب ده اهو رقم 1. تمام. واللاعب ده بيلعبها لهنا ادي كده هو رقم 2. فاللاعب اللي لعب الكرة الأولى بيعمل ايه بقى؟ تمام. بيتحرك اهو. شرط دي يعني بيتحرك هنا. هنحط محطة هنا اهو. تمام. فاللاعب ده بيلعب الباص هنا اهو 3. خلاص. يبقى اللاعب هنا اهم حاجة يباصي ويتحرك على المحطة دي. بعد ما بيستلم الكورة هنا هنعيد بقى ايه من اول وجديد. خلاص. احنا اهو. تمام اهو. خلاص. ايه بقى اللي هيحصل؟ في مرمى. هتحط هنا المهاجم اهو والوينج. اللاعب ده بعد ما استلم الكرة هنا بيروح يعمل عرضية للاعب من اللعيبة دي، واللعيبة دي تفنش على المرمى. بعد كده بتصفر. يلا يا شباب كل واحد يرجع تاني. كل لاعب ياخد دور. هنا بقى ايه؟ اللاعب اللي هنا ينقل هنا، واللاعب ده ينقل هنا، وهكذا، بحيث ان كله يلعب، يعني كله يطلع، سواء ان كان هيعمل عرضية او يصوب او يقف هنا يعمل باص في باص. تاني اشرح نشرح تاني اهو. محطة هنا ومحطة هنا ومحطة هنا على شكل مثلث، ومحطة هنا.
اللاعب ده بيعمل باص هنا، ادي هو رقم واحد، وبيتحرك على طول اوتوماتيك على المحطة دي. فاللاعب ده وهو يلعبها له هنا للاعب اللي هنا، وده يروح بيعمل باص هنا، ادي رقم تلاتة عشان دي رقم اتنين. خلاص. بعد كده اللاعب اللي هو ده اللي طلع في الاول استلم الكرة هنا، هنحط له مثلا زجزاج بالكرة، هنحط له مثلا زجزاج، او مش زجزاج او عادي يمشي كده في كده ويعمل العرضية، يعمل هنا، وهكذا. ادي كده النموذج. اوكي.